أخي سقوط تبا تنا سنين بيت الله كنا تقصيك كم ورثتي أخلك خاتي ورقاتكم أخي سهايخا أيها مما أي سبابين يوتي بسم الله الرحمن الرحيم باب التزويج في العمل باب في التزويج على العمل بقى دلقا رتخنو في التزويج على العمل يعمله دلقا رتخ سنما ماري قراني وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين جاءته امراه انت لو تقايت تدفع فقالت يا رسول الله ارقى ربي اني قد وهبت نفسي لك إني قد وهبت نفسي لك جتون أمر نفسي لك أمري لبوك يا جتي لأن ذات الحرة لا توهب جاني ذات بلسني خان كان موميري أمري لبوتي يا سيخن نوفين دفع جتون سيرو موفين دفع أسينا تدايتيج فقامت قياما طويلا دابت ديرا دابت نمو دب هنين هدو دابت فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها قرباتك اوكي يكجي يا ربي زوجني حاجتشو إن لم يكن يقول لك بها حاجة يوي في فودم فدنا فودا بربادانا خنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها أموان مهري قوتو نقابدا تصدقها إياه أموان سمهري سيقوتو نقابدا فقال ما عندي إلا إزاري هذا مرطوتنا ملي واتكن قبويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دوبك جان إنك إن أعطيتها إزارك يا ابونا منعت مرطوتي تنا يو خدنتيف جلست ولا إزار لك جلست لا إذا لك مرطوت أباهو تيسا كم تنا خدنتا فالتمس شيئا وان برابر بعد ما قال لا أجد شيئا واتكن أركويا قال فالتمس ولو خاتما من حديد همرتي سبيلا اللي مال تمان تاني مال تجال يصير نتي كونجرتو همرتم سبيلا اللي تاتو برباجي فالتمس فلم يجد شيئا واتكن قرماس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء سيوجي نجرا قرآن الراوان قبضني قبدا قال نعم سورة كذا وسورة كذا يعني سورة البقرة والتي تليها سورة البقرة في ختيان قبابر لسور سماها سورة هدو مقادة خيام من المفصلية التابر مفصل الراخة مقادة ججو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتها بما معك من قال زوجتك حاجيمه قد زوجتكها بما معك من القرآن قد زوجتكها سيرمسيس بسبب ما معك من بعد القرآن وهو 20 آية جنين آية دي دمي آية دي دم برسيس قال حدثنا أحمد بن أكسيمي أتوني فيدا قبو وني نفعي قبو مهريني تها حتى ولو قرآن اللي ما انتهي وان متمولة وجيتشو يدو جرار رفضته وجرار خنة فرطا ميري وجرار سيود يسيب كنو مغا فيدا قد فيدي وبه قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة نحوها بالقصة جيتشو أما إن جنة سيتا أبي هريرة النبي راها دبتو مثلي إن درس نبي خدبرخا سالم سعد وكا ولم يذكر الإزار والخاتمة ولم يذكر أبا هريرة كن اندب أن رسول رامرت ولا في همرتي روايات برتخي سجرتسون فقال ما تحفظ من القرآن قرآن الرامم كيف زيك أبدا قال سورة البقرة أو التي تليها سورة البقرة في تتعان تقرين سورة البقرة والتي يتواو مع تفيتين سورة البقرة في ختيان وعلى عمران نفسيك أبابو قال فقم فعلمها 20 آية دي دم آياتها برسيسي وهي امرأتك جارتي تيتي لا قرير رواية مو زويتك حاجتي قرير رواية أمكناك حاجتي
قرير رواية أملكناك هاجت بلوغ المرام ورواية زوجنا أكثر من رواية أمكنا وأملكنا يعني ترجيها قدما رواية زوجت جتوتو تأمكنا مو بدعها في أملكنا ذاتها تجتر زوجنا كتيتوت الرهدو جيتو آية سنين رجامة أما قوها النتو زوجت جي جيتو أمكنا كان جن أملكنا كان جن روايان أمكناك في وأملكناك رواية ذويتو تيرهد جب مجاوبات ترجيها قد أنجنها هاي لكن مهري سيف الاتها دون قرايسيني مهر المثلي خفلاف مهري سلا دلانا كسي دافدتو سون خفلاف بكا ايه مهري سيداسون اما كجنون يصير وليا خاص قبض وليا عامي ملي وليا عامي قاديدا وليا خاص انا انتي زيتي انا انتي دبقن قبط ولي قادين يو بكولي ننجر ان نتساكن يجو مرحبا. وبه قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل هنوكسي ذكر دبة اينيون نوى خبر سهل جيمي سهل درس اينيوتي هنوكسي امرمت مكحول مكحول كن دبة نهوي خبر سهل لفظا ومعنى قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بودان تاني وهو من اجتهاده اجتهاد ساعة مالي وننبي بلا توك من تورا بينا يا قرآن مالين تو جتشو دي مني دوبا كجنون اجتهاد مو مكحولي جتشو آيا باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات في من تزوج مفروض في بابا ولم يسمي صداقا مهري خمقان دوين حتى مات أحمد واتخا نيجا مهرين عين التسهود أو خن التسنتا زمي التزمية تسكا بودان سي خن التسنتا يجو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امراه فمات عنها قربات كورا وديسي انت لفوا دي مرادوي ولم يدخل بها وجنس عروسة سن ولم يفرض لها الصداق ماري سلا كوينه في أمن جنة فقال لها الصداق كاملا ماري قو تركتي الرادو اميري خيين امني تقوي جارتي انت لفوا دي ادوت ندامي الرادو جارسان رادو ماري قو ترفضت امو ادو جرو يوتي دامو باتي خنقا هي غفاتاتي شطر المحل جانو قوس بكلامات دافودا دونان امو جميع سيدات قفايي وعليها العدة ولها الميراث خنمو جنبولين سني إدان نقبدي جيتشو دمو تعبدي جاني ولها الميراث جارسان راديو إمان ملالتين تلما ورساني جرتو تانيكا قبدو يخيانا ميتشيو دوي جارسان راديو مجانا آيات والذين يتوفون منكم جوك قبتي أما نيسنو ملالتي وانسلا جارتين دالتو سمون الرا أقسم أما سمالي إدان ملقا وقت إدان سلال برات الرحيمي الرحيم الجنين تعبدي جنين أقسمت تاوسني ربي قبر مجنين آية وقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واش كيست أكن ما فردي قد جيتشو أمو قو طلاق على وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأنا جايبها يومو ادو جنگل لهيخن ادان قبضو الرمي رمو قفت يومو دي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجني ادا لك فتو ملنتات ايي
وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله. وساق حديث أو في دبة عثمان كني مثله جتشو مثله ناقص دابر ساقينين أي مثل ما تقدم وان سيدبر من حديث مسروق. وساق عثمان مثل ما ساق مسروق في الحديث المتقدم. أي مسروقين الراقب مسروق سند دبرتين الراقب عبد الله الراقب عبد الله وين الراقب كسلا أما وساق جنان وساق أينون عثمان فاعل عثماني عثماني أوف مثل ما تقدم أوف من حديث مسروق إنجتشو حديث مسروق أوف بود القمر رفوع ناقص هذا يعني كزيمي عثمان ساقو ديها وراوي الحديث أعلم منا يعني إن لراوي الحديث إمعان النظرية وأنه تنبين بخن حديث نما والفقاتوها سلامة تتاتي كم قون على القماه هو قوت أكاكا زنقوني خفائله هنا وملسي وساق عثمان يعمره هايا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاذ وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل ندفهم قرباتك خيست تدفهم قربتي فدان بهذا الخبر نحوه أو مثله يتابع. عبد الله بن عتبة بن مسعود كني عبد الله بن مسعود راها أوديسم مثلي أنيو مثلي القمان كن عبد الله الراقبالا ذكر دبتي عبد الله بن عتبة بن مسعود كني عبد الله بن مسعود را دبته مثل ما ذكر علقمة عن عبد الله متابعا تام قصير. قال فاختلفوا إليه شهرا باتي تك تدبياني بر أو قال مرات هدو تدبيان برتوف. قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها إن لها إن تلو قاجر سر رادو سني مهري جرابر مهري كلا كسي لا وقص ولا شطط لا وقص زيادة ولا شطط إرمنا خنين قمن جيتشو. وإن لها الميراث وعليها العدة إذن لك وتجارسان الرادو يتتن الالتيبر. فإن يك صوابا فمن الله يو دبين كنيا قتي رب من راهي جابر عبد الله وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان يو دو ونقرت يعني ما في شيطان الراهي أمتو ربي تنركسن والله ورسوله بريئان منها إراق الكل إبر. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان تقو كبر أشجع إساني جرابنو جرايني سوجي جرابر وأبو سنانيس كان وجه فقالوا يا ابن مسعود ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوين قبوقا ونحن نجو نحن مهاجون نحن نشهد رقبا أن رسولين قضاها فينا في بروع بنت واشق قضاها فينا نخيست في بروع بنت واشق كيست انتلو قاتل بكرا تجار سر رادوه إدالك وجوانا. وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت أكما تفردي قوتي خانا كما قضيت نتشر الرابر تدبر أنا رسول الله قضاها فينا في بروا بنت واشق كما قضيت عبر فرد مكة فردي خيتي هايا. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا جبدو حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فردين سافردي رسول الله قطمنا نيقم دي يجوبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد
حدثنا أبو الأسبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رسول قرباتكم جين جرجرين كنوا كلين سرسخن نجراني أترضى أن أزوجك فلانة أبلون سفوت سافورو فيتا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا أبلو بن سخن نجالتا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه أكسكون نول فوس سيارة لمان فدخل بها الرجل قرباني سيوجبوا لي ولم يفرض لها صداقا ماري لك كويني فهمنا تقبل جنين ولم يعطها شيئا وهذا كان في ذمة مالي وكان ممن شهد الحديبية أمو إني ورق أبصو هديبية الله هديبية لك الرأي وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر أمو نمني الله هديبية الله لك أودك أباه خيبر الرأي فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة أبلو ناهن ولم أفرد لها صداقا مارين لك كوي نيفي ولم أعطها شيئا واتكن كان نيفي وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها ماري سير راحن نيفي سهمي بخيبر قودك يخنين كيبريك أبو فأخذت سهما فلت قودتك فلت فباعته ب100,000 كوبا دبتو غرغرت جيجو نكان عيني هولو تدني تا زمت تدني تا جيجو هاي قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب ديمو وحديثه أتم في أول الحديث أول حديثات دي يا جب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره على مهري لا فاوان مقربان دمني جيجو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل قربان مال جيس زوجتك سونيكا ما قول القول قال ريح كتير بريها مال جي سيخن خجيخا ثم ساق معناه بديم هايا ثم ساق اوف عمرون كنكا وزاد عمر ينمي عمر كني اوف مال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا حديث نخوني ولما متاني لأن الأمر على غير هذا أمرنا ككنن تيني الرجرا جتشونكا أمرنا كمجن أمر أوديس خنامي أكيد سلاجر ريماني خير النكاح أيسرون كن قبا يجودي ما بر باب في خطبة النكاح في خطبة النكاح بر باب في خطبة النكاح خطبة نكاح تقرأني في أبو آية وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح خطبة حاجة تشوقوا حاجة منيس خطبة نكراني ميري وغيره أقوي خطبة براتي ذمس قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى واحد معنى توقو بابر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوث وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة خطبة حاجة توقو حاجة بودي مني نكافة لك حاجاني أن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا حمد لبوراي من يهده الله بر نمن ربين قجل شوف هذا قجل شهي جلسان قبوبر ومن يضلل فلا هادي له أينو قجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جبر لم يقل محمد بن سليمان إن الحمد لله إن الحمد لله سننجنيك لفظي. وبه قال حدثنا محمد بن بشر ولكن قبل النخاء قراني إنخاء قراني ثم قران لكن كنت واردة نكابو سني ثم الحمد لله يعني وقت نمي شاركك أبوني سنجرة مالي في أجيله كذا غسنتو راف عقبته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد إذا تشهد قوني فيه خطبة قرأوا قال خطبة دبرت سنبانا إذا تشهد قو خطبة قرأوا مالجا إن الحمد لله نحمده سنجيك ذكرنا وهو جرجرين ذكر دبته نهوه نهوي حديث دبره أين دبته أبي إياد كان أبي إياد شيخ نساء عبد الله المسعود كثير منه مثل أينو أبي الأهواسي في وأبي أبيدان يريد لرماطو في بس وقال بعد قوله ورسول وقال جاخي وقال بعد قوله ورسوله إيجا بودا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله رسول بانابر آمنت من يطيع الله ورسوله فقد رشد أجل ومن يعصيهما فإنه يعصي جينا ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه نمن ربي خلف فما بيدي خايف بوا قد ملي ملوانا مقودا ولا يضر الله شيئا ربي واتكن قد ونمن أمتو دلقي ربي الدلاوي فما قد آية. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أبي أخي شعيب بن الرازي عن العلاء ابن أخي شعيب بن الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم خنرا قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول إبراهيم خطبت إلى النبي نبي إبراهيم برباد فودا أمامة بنت عبد المطلب تنجمت فأنكحني من غير أن يتشهد نكما قولي خطبان سنة جيتشوبا نبي نكسي كان أبان غوني وليا خاصين قبضها نبي دانيا قدها دوبه قادين قدانسا باب في تزويج الصغار انت لو تتقوني كاقلونوني تا ايني تا جيتشو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو حدثنا يوجان قاري حدثنا يوجان الحمد لله بسرعة هايا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم نخن نبين وأنا بنت تزوجني عائشة جامي نفود نبي وأنا بنت 7 أنا أنت لامت تربة وكيل جاها قال سليمان أو 6 ونشكك أبا ودخل بي أقصد دوبنا تدامي وأنا بنت 9 أما سجلي نيجون نبيا لا لما هوا بياتي في بيع بيا أما الألم بيا رما أما سجلتي خلنا تاتي ورقوا الأشول تاتي بكبيرات تات موت تكشوا هايا. باب في المقام عند البكر بكرا برانو سامم تكتا جتشودا في بابا. وبه
وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بر لما تزوج أم سلمة فونان وقفود أقام عندها ثلاثا سديب ربو ليبر ثم قال ليس بك على أهلك هوان أكنيت ليس الاقتصار على الثلاث هوان بك على أهلك سدي أروس سبرة تاؤون ستكيف تغيى فيمي شرما كسي جيشلا ليس الاقتصار على الثلاث على أهلك هوان بك سدي سبرة بولون ستكيف تغيامي إن شئت سبعت لك يوفي تربان سيقوتا خنين قدا باسو وإن سبعت لك سبعت لنساء سي تربان قلنا تاني في تربان نمان قوتا سيبارو سني سي سدي بكرات انا نمو ايام توكو يجي تربة مرحبا وبه قال حدثنا وهب مال جتا ايه سدي يو سدي سي بربولي اي سدين قدان قبان هولي اكبا فدي وفقاسا تربة ماني ولينجا وبه قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن شيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لما أخذ صفية قفود بوجي لانجت وكيل لما تزوج جابر لما تزوج رسول صفية فونان أقام عندها ثلاثة سديب ربو ليبر زاد عثمان وكانت ثيبا هونو سنار ملالا جيتشو وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس هيك وقال النجي اينيو جاري عثمان مخنابر حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا إسا هاسكان بنا وربنا قبن ترى دبراتك يوفو أقام عندها سبعا تربة بربو لقبا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا سدي برتاو قبا ولو قلت إنه رفعه لصدق ولو قلت ادون جيجا اينيون درسكي اناسكنكا ولو قلت ابي كلابا جابر ادون جي انه انس كن حديث مرفوع قل ادون جي لصدقت لا صدق ايه لصدقت نمان بغوما اجچو اذا قال الراوي قاتو من السنه اوجي ان للحديث له حكم الرفع يجودي حديث هذا قاتل أنس مرفوع قد دونجي بنين كجبنته ولكنه قال مالجي كذلك السنة كذلك خرانا بيتي أكسما سيبان صديق أبدي ما بكران أمو أيام تربة أبدي جيتشوائي باب في الرجل يدخل بامرأته نايا قبل أن ينقدها شيئا في الرجل قربه موديما يدخل بامرأته انت لو ساك إدامها قبل أن ينقدها شيء عمر ينقدها نجو قبل أن ينقدها شيء إدو واتا كلا كوينة إدو واتا كتن كنينة وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رسول قفود قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك جين أبو أتهنها قال ما عندي شيء ما لنا الكاقب ومن قبوبر قال أين درعك الحطمية قامسني خان كي حطمية سنة سجر جيشلا قامسني خان كي مو هبي حطماتي في الدسن جيشو حطمة قرية معلومة باليمن ميهو ايه مهاري سنو مخاني خاهم برطان سنو عقر قرأتو وبه قال حدثنا كثير بن عبيد أموغا تجيب الخاطر مطول شوفي إدون كان نبيو الرقود أتيس عبود مخناف درخني في جينا كانت تنتاتو نتاتي خاطر مسيطول شوفي جي هايا ولديث صحيح مو صحيح
نتحنك اي خنك ولا ما انت عينني هو هم خنا فرد دوها وهم بودا خنا في التدن متى او انا ريام يجوي. وفيه قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني من أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالي أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها تدامو فدي فمنعه رسول الله انت تجيني حتى يعطيها شيئا هاتك أتلي واخني تملي فقال يا رسول الله ليس لي شيء وما كان قبوبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك كم سخيخ قبصوصا وخنيفي فأعطاها درعه خنيفي ثم دخل بها تطيبا لخاطرها جتشو انتو جتشو الآن ايه صحيح ايه ريفوس كانوا ما بر ريفوس كانوا ما خايه ايه سنو خنو ما ريفوس سنوها إيه قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول آتيها شيئا جتشونوها خني بدوتني دام نيتشو ما بر قال ما عندي شيء قبو قال إن ديرو قالوا طما سنو ما خني جتشو ولما نو حديثني وليم غرغارا حسن لغيري جاو جان خيا هنا كجوبر صحيح لغيره جايبر ابي داود كان نسخه هنجروبر انجو خيسن الله صحيح لغيره يجو صحيح لغيره يجو حديث ضعيفة نو الدمات يجو غياب بليس حديثني ضعيفني الدمات مال جامع حسن لغيره جامع حسن من كو يهدمات صحيح طول دبرها حجان نقول ما نجيش ضعيف من جينا قال حدثنا كثير يعني من عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله عن إكرمة عن ابن عباس مثله إكرمان كن عبد الله الرهطباته مثلي محمد بن عبد الرحمن بن صوبان إكرمان أنجر راقب متابعة خي ناقصا قد ايتي إكرمان المعباسيني نبي قالي محمد بن عبد الرحمن بن صوبان كنيس الرجل من الصحابة خناني نبي قالي والدرجات كجرى لا كسلا. وبه قال حدثنا محمد بن السباح البزار قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة نعم قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها انت لونا مچرن قيسو قبل أن يعطيها شيئا هنو وعلبو ستغي خناف نخاقو دا تجرامي من مول نغني بجيجكو. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة هذه هنا طول لم يسمع من عائشة مرسل جيجود. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق نكحت جته أيما امرأة نكحت كان قدمت على صداق معلوم مهري نمو بيخرجك أو هباء عطية زائدة على المهر خنا مهري رتر فير تنكا قدمت أو عدة مامي تكاو بلا مر النكا قدمت قبل اسمة النكاح ظرفين كن هنداب دي ملا بلا منيس خنان ترفي سنيس مهرين سنيس ادوني كان قرين اندرت حديث بلوغ المرام نفسه فهو لها خسيداتي جتشونك خسيداتي حكمي مهري دات كبا خنا لا المهري رتفيمي تقاهو وين كنا في بلميمي تقاهو مهر معلوم وخنيمي دوتوس كانوا مسيتي جراتوس كانوا مسيتي ادو جنبول ليو ديميز بكلمات دافلة تنجيشو حكمي صح
وما كان بعد عصمة النكاح وما كان هورين تيمو إيغاني كان قرام بودا ونيته فهو لمن أعطيه إنما خنمي في هدية ديبون هارامي يجو ديرو ننجرتو يجو ديما ملا واني قبل نكاحان درا كنن فدي قدري مهريتا فدي مهري رترفيتا فدي بلمتا خنم إسيداتي اسمان ملت قبا إيغا وليد أميوتا جميع فرتي نمو إيدوت ندامين اندرا يغرغر يان شطر المارو بكالما قدما آغا أمو هورين كان نمو بعد مالي بعد اسمة النكاية فهو لمناتي يطيعه هدية له قل أبلي ساخنو أبان آخنوها ونخنسون هدية يغرغر يعني تديبون دندو جتشوايا وأحق ما أكرم عليه الرجل الرجبان والنقربان الركب جمو ابنته أو أخته انت لنا ما خني وافرته أبليتنا ما خني هدية وافرته قبر جتشو ميبيخ هدية جتشو كنو ولا ملالي اسنادو أحسن إلى كنو أمو إيه سنما بانها إن أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته الرجبان وني المنا ما ركب جمو انت لخني وهدية فرته أبليتي خني هدية فرته قبرها ميبيخ قبر جتشو مقابلة سيخنو روان كان ناخنين ورقة هايا باب ما يقال للمتزوج نمي تفود مال تجامع وانجام دعاء وان ساقول انيني في بابا وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان المنامات يقول دعاء يقولوا إذا تزوج فودي يتفودي يقول دعاء يقولوا جيتشو قال نجا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير سرب سيا بركي بركة سيا خنو خيري جيتشو يصير في سرت وجمع بينكما في شيء من الخير الرا من الدين الرا والرزق الرا والأولاد الرا آميقا أكنا هنا دعائنا روسا في الرجل باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا حكم قربان آتي في باب ترى تقفوا ديبر سيدان قلان تيني قراخي سواجرا مالجا أين أبامو فتح بين سمى زبر فتح إن أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته الله هي والنجرة ما الجيفا ما لو نشأ من جو يا مسكين هو نوتين جيني تي هايا قربان تلفودو فيجدوا هم لا قرات قبض أركيبر قرات سيدك هايا وفي حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن ابي السري المعنى واحد كاتبكم حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن سفيان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار انصار الراهمو قال ابن ابي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحابه نبي تي خان مو رجل من الانصار وما جتكم لم يقل من الانصار ان جنني ثم اتفقوا ولي قالن يقال له بصرة جامان نمجسون قال تزوجت امرأة بكرا دبران فودي في سترها قردو خيسة تجيرتو فدخلت عليها فإذا هي حبلى هنا غراوك أبديمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها الله صداق ماري فدتي دي مقبدي بما استحللت فقارسي وان حلال قدت بجاچون اتدامو سنكا وان اتدامتي جرتو ماري افدتو هي نكان انجيرو يچو جابر والولد عبد لك قبري مجاني قبر خيتي فإذا ولدت وقل التمو قال الحسن فاجلدها قرفي وقال ابن أبي السري فاجلدوها فجلد هاجمي أمري رخي فجلدوه والماء بين سري مالجا فاجلدوها قرفها جتشو أو قال فحدوها هدي الراباسة لا أما نكان ما قر أنت لو قران قلان تين نكان غير صحيح جتشو دي
قال أبو داود وأبان قبو ميري إسالا كاوتشو سويتاري نمتاز تلا كاوتشو إلمو بكن قبني إلمو بكن قبني قبرو مخيتي يجو ما حديث نور على دي واحد هبة تكرر بأسه إسناده ضعيف لعلتين ولا مقبة الأولى أن ابن جريج كن لم يسمعه صفوان المسلمي راندقا كما توديه رواية المصنف الكسيمي إلا الكسي كبكاي دبري قال أبو داود لك أكنوا حكمين رقاه الدقة بعد سنهم قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب هنا ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم مرسل ورنجة صابت شروركا وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثمن نكا امرأة انت لو تكفوا دبر تقرا قبض وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له خادم قد يفجتلا بصراحة نوكا وفين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني من المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم بصرة المأكثم كان جامنا كامرأة انتلوفود فذكر معناه يزيد بن نعيم هنكا درسا سيد المسيب بانا ذكر دباته يزيد بن نعيم هن دباته سيد المسيب را دباته مثلي درسا سيد المسيب نتاها زاد وفرق بينهما وفرق نبي غرغر يا سيبر وحديث ابن جريج أتم وأكمل قوتو من حديث أنيورا من حديث سعيد الماء يزيد الرفا يا حسيدة بس باب في القسم بين النساء في القسم بين النساء قسم النوبة فرقاهر وقسم النفقة نمقبت وقسم الكسوان نمقبت أما قسم النوبة فرقاهرون لا الأفجد شوية وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النذر بن أبي أنس عن النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان لا ما خنقبوا فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل جنا كسا جلا تهاجتشو وما لكم بالنوبانيس والكسوانيس والنفقانيس هم يوتي يودب أما أفضل جالان نوبا فرقان كجالبان إثنان النساء صحيح يا بر وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الختمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل يقسم بين نسائه نيرا فيعدل نكتيسا ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك اللهم يا رب هذا نوباهرون كني نفقات فتيرون كني هرما تخي فيما أملك وانين دندوتين أركاقب فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أملك وانا تركان قبض هنا انا هركان قبل خيس الناس قال من المحبة جالala si harkaan qaba ani harkaan qabu jaalala walqixxee sun danda'u jechuudha suniif yaa rabbiin an qabinii jedha قال أبو داود يعني القلب hunooka qalbii si harkaa qaba gariin irra jaalachuun dhabu sunitti si gaalan qabu jechuudha jaalaltii walqixxee sun danda'an wanni walqixxeessanii waanuma shari'aan zaahiraan itti jechu noobaa faa uffataa fi immoo daara nafaqaa faa jechuudha
وبه قال بومان حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني من أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي يا المبليتي يا هابوتاتو كان 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 رسول رسول الله انتهى صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم هرمات خيسن ولرا ننجال كيسو من مكثه عندنا بدل الراغود تيسمن برتا اللي جچلا تيسمن برتا الراهنته ولنجال كيسو وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا تكات غيان نبي نورنان نو ان هند غيان نورنان نو مله فيدنو من كل امرأة من غير مسيس كل انتلو تني يعتبر من غير مسيس جماع ملت حتى يبلغ إلى التي هو يومها هم جوت انتلو نار إن فرق آسي خيس يجرو فيبيت عندها أشياء سيقلم رتيت إذن بولو بقو إذن بولو تاو أشت بودان ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت سودان انتلتدى معاه قد اللهم تجهت تيبا وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم سودات دلت تجيه نيخ كمين تايت قو سودات يا رسول الله يومي لعائشة قياخ يلي أنا عشادي سيبيخي فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سودار راك إبا قدرين اللي خوفني فلي أنا منيخيني كان جارتي تيخ خافا من قياك يا ما قياك يلي عائشات فيتو تنافيني سيته قالت نقول في ذلك أنزل الله فيه كم؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج جيتشون لك يا خاص النبي الآن جامر ربي إسين كان مدو لا قد اللوم خاب ودوه كاجرامي خني خسيتها هايا مال جيسي يرتاها قال نقول في ذلك غيثتي في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها إسيلا في فكسي خيس بوسي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإن امرأة خاف معنا علما جنين انت لو يو بيت جارس سيرا ناشزاته جتشنك خيسي لا في بدن خدنتان قبني ناشزات على خيسة تقجن بالغي جنين ليرا خيسة ناشزات قجنين إرادة يصير متاع القبيتشوف عندن طالبو فوقو قرتي أكنجي يوكس يوسو دات انتلون تكا يوسو دات تكا بيتي ننار كونا رمتا قارسي يو بيتي جيغا جواب إني تشيرا آية خيسا وفي قال حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا هيا من وافة تامبر إذا كان في يوم المرأة منا قويا فرق على الآن راتي خيس قويا خاص كاسات الرا تم فرق برا وقجرة هيا مقافة بعدما نزلت ايقما بوتي بودا ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء خدم ربنا كانت تغيير النبي لا لا هيا مقافة هذا ترجي من تشاء بودا أنسيت نعم فيت منهن لا لا بودا أنسيت فرق أسيرا وتأوي إليك من تشاء وتوي إليك من تشاء نما فيت لك ما خيسي ستنوباسي دورتك أكفيتك أبدا ونسر الدرك أما انجرو تنفرقا ديفتي تفرقان قبل بقسم بوسك أبدا إيجا جي تغيير خناو خنفي هيا من وقافتا قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جت دوبا لرسول قالت كنت أقول نينجا دوبا إن كان ذلك إلي حاجة مقافتهم كن غرقية تانان لم أوثر أحدا على نفسي لم أوثر أحدا تقل درسان لبوتي يدرن درسون جان دوبا تقول إن أيها مقافة ما جتاني يتي أيها أيها خطا قافتنا تاتي أنم تقبل لكو ينجو ندر درسو ينجو جانج قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران جوني عن يزيد بن بابونوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه ركب خيسة لا هندت وإرقبر فاجتمعنا ولطفني بر
فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن إدو خيسم مرچون دندي واني كم جتن فإن رأيتن أن تأذن لي يو هيمنا قدو يو هيمنا قدو ملقوتن فيق أقرتن فأكون خنين تو إن دعشا برتي فعلتن نزنين أبقوتن فأذن له أكسي قوني في أنا خانانا هندنديو ولك قبيخة أنا نموت رفرقانا هندنديو يومو هيمنا قدو ملقوتن كايسيني فكاتي يسيني ملتي هيمنا قد أجيه أكسي هيما فرا قد أدي فأشا برخطاوتي بكما تفيت بطائي يعني ناشا بر إنني تاشا بلا ما يا إيه لكي عائشة خاني ساير رجالة تخامغن وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما الجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه هتابو ستيتان بين اندفاعيتون أيتهن خرج سام هتان سيخة بسيدان باي فوش وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها قيال كان سيدان ما يراف غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة إيه سوداته قد اللوم تفر قيا عائشة ديفت ملئ مالجي إيه قصص فرقان بر واجماعيمي منو مسنبل أوبر هنا حكم دبر سنخا دبنانك هاي باب في الرجل يشترط لها دارها باب في الرجل في يشترط لها دارها شرط ما نقولوني في جيها وبه قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الجا إن أحق الشروط أن توفوا به الرجبان شرط وني قوت التبو ما استحللتم به الفروج وانمو فقاتل فقار سيدات حلال قلتني شرط من تقولوا يجيسك أقوتو في أمو سنية كان انتقموا به الرهيني الرجبان شرط وني قوت التي ما استحللتم به الفروج من المال وغيرها بيتي فابانا ملال جيت مايا باب في حق الزوج على المرأة مايا بكفل تاقلفة فدقو دقارا خجان سريمي يجوبا يوتي والجالة ملي يتولتا في حق الزوج على المرأة حق قربان جارتي راقبو بابا وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يونس عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة هي رابية جان الدين لك إيجا قرية من اليمن بر فرأيتم يسجدون لمرزبانة أخذ إنه بلدة قديمة يظهر مو في الكوفة هي رانكم يقولون قرية باليمن يسنجان كان قبت أما إنك بلدة قديمة معروفة بالكوفة يجي فرأيتم يسجدون لمرزبان أمو أمني حياراس نين أركيجي إساني سجود دانيو تسانيت لهم دانيو تسانيت سجودا فقلت رسول الله فقلت نينجي رسول الله أحق أن يسجد له أكسونه رسول ربي تيها قبو أن يسجد سجود التقى إذا سجود مت رسولاته حق أمتها نما نوبه قال فأتيت النبي دستور الدين له فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم دانيو تساني تبقى قرة فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك نتوسي سجود نسيت الرهق أبر قال أرأيت أودي سمي لهم مرحيا لو مررت بقبري قبري خير دور فتي أكنت تسجد له قبري تجاوز سجود دانيين قال قلت لا لكي قال فلا تفعلوا عند لقينا قنجرو خناس لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد نمنا ما سجود تدونا جدي لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لا جابر جارسا سجود تحق جارسا دي قد جيتشو لما جعل الله لهم عليهن من الحق ورب العالمين ان ديرا قد افضل الرد حق قد جيتشو تقو قرابا سمال جان صحيح لغيره
هد ضعيفة ضعيفة هد ماته حسن بلا ختيلا حسن لذاتي بلا ختي حسن لغيري بلا ختي صحيح لغيري تلا جابا يجوبا قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي لا دعا الرجل امرأته قربان جارتي أمنان قربلتي سا فأبت ديد فلم تأتي لقود أبد غضبان عليها آرا تابولي لعنتها الملائكة حتى تصبح هم بريفتو جتون حتى يرضى عنها رواية بودان رفتو يدفع حتى تصبح هم بريفتو جتون حتى يرضى عنها زوجها أما الرجال تجتون باب في حق المرأة على زوجها جارتيني جارسر راقا قبدي بر وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال مالي قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه مالي هاي نجارتي تقو خينيا تقو سنرتي قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت نياتو نياتو سودا دارباتو يسيس داربا سودا ولا تضرب الوجه فولان دوين ولا تقبح هم فوكسين إلا تقول لها قبحك الله ونجينين ولا تهجر إلا في البيت بولتي خيثم ملين أو هنودين أفانين دبتشون ديس ولا تهجر إلا في البيت أي بالاتجاه قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله ربي سيا فوكس كيو جتشون في بريخوتي ربي سيومي الرب سيابا فقطو جتشون ربي سيومي الرب فقاتيه جتشوايا وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن مال سير دلينات مال تنو حالالي وما نذر مال ديفنه قال ائت حرثك وروح يدك بو أكفيتت في الأبتا تيسوم أكفيتت لك وأطعمها إذا طعمت نياتو نياتو سمالي واكسها إذا اكتسيت وقوي في أوفو بداربا تبا سمالي ولا تقبح الوجه فولا سين فوكسين تفولا ما تنجين ولا تضرب إني سن داوين دبر دربا داوي مبرحا جيتشو لا فيج أبسيد إيجالان غلاس شايقا نما أدبو مبرسي سمالي داوي تشوغوان داويني نما يسير عليه جوا قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت جيتشو جي وبه قال أخبرني أحمد بن يوسف مهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا لا خين غيث مالتن واجه جمال جتا قال أطعموهن مما تأكلون وانما في نياتا نياتشسا واكسوهن مما تكتسون وانما سنفتن دارباسا ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ولا تضربوهن ضربا مبرحي لو تلفج أفسدي قرن غلاس يو أدبان برسي سيتسوتا يجوبا ولا تقبحوهن نفوكسنا يجون فقطو يتين الرب سنا إسي نقض يجون ربي الرب ربي إسي ومخاي إسناد نساء حسني بر باب في ضرب النساء لا لو النجرة ايتا دبا نجرة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء رسولين فإن خفتم يوبيتا نشوزهن بالكيته يوبيتا فاجروهن في المضاجع وجنبولنا قال حماد يعني النكاح يعني الجماع بانا يجو تني دامنا أقسم نركوها النسيسة أولي الآمتي يجو وبه قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو السرحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله قال ابن السرحي عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله قبرة الرب انتمنا
فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبود عمر رسول في مالجا فقال ذئرن النساء على أزواجهن دلان جينوم تي أتيغاتو قادو برسيسو أوركيتي خاي داود أوركيتي دلان جارسرت جينوم تي فرخص في ضربهن دوبا دو برسيسو هيا مقوديف فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نمو قلني دلا دو برسيب نجاني دردواني بر نساء فأطاف بآل رسول حسكان بيك منغو حسكان بيتي ميرسن قوتن جيچو فأطاف بآل رسول الله نساء كثير حسكان بي بيرا قوت تدلانتون يشكون أزواجهم جارسوتي ثاني عليه متني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء للاهدون منغوت يشكون أزواجهن بون أجار صوت ثانيه متوهي ليس أولئك بخياركم وسن جالان خيسني مي جالان كان مجارتين غافار فتو جچو جالان نما كان مجارتين الراني رار كان مجارتين الران اوني جچو لكي نبي دفانيت ما يمتني ريرمباني هيري على دواق وبار نبي دفانيت ما سكما دفاني بارسان وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشافي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الجا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لا يسأل الرجل قربان قافة إنسان قريم فيما ضرب امرأته مال كيف جارتي الأويرة ربما يكون مما يستحيا منه وانك أنفة فاته ملا انت لو نقول تيواسيه مت يقول إسا قافتو مالي بدو يتنجتون أبوتين ديبين وما يتان لكن لا يسألون قافة قربان فيما ضرب امرأته ربما يكون ونت والبدن سن تول عملا وانك أنفة فاته فولا دوران أمو يسينو تنيمة تفاجر من خيثن دقنجا وان كنن نانجا وهي وانتنا أتنقا فتجيشو دا وان قاني فاتهن ملا باب ما يؤمر به من غض البصر ما يؤمر به في بابا وان تدرك ابن التعاجة جمن ما لرا من غض البصر جغا قبو أجنبيان راها وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة من لو دينغتا جهچونكا من لو دينغتا متنين لا خننتين كاكنو والاركن سنين راغو غافتمني فقال اسرف بصرك ايغا تكبيت نما دالا ديرا ايغا بيت بودا يجو مغرغلتي لم تدران سيتي لم يسان سرتي يجو ايغا تكدالا بيت بودا لما فاتي ديبي سندي درك سمو قاتكتين دران سدلين قبض يجو اسنادو صحيح بر وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مالجا يا علي لا تتبع النظرة النظرة جيكو من لو بودن في دين تكتي دراملي لما فابانا في دين فإن لك الأولى تدراتيتي وليست لك الآخرة تلما فاتدي بتسرت ملي تيتيمي تديني يجوا أما مو هركفو لن يفعل معانقا قدن يوخا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة لا تباشروا جيبي لا تباشر هي رأي الرفاق تاتي خبر جنيني مي أكل جوغايها خيكل جا هاي لا تباشروا جا خينيا هاي كانت نيجي رايا انت لو تنعنتم كوني خبر بمعنى النهي ده انت لو تنعنين هجو تك خيث الألال مولد تنعنين
لتنعتها لزوجها جارذابي والسبتي بر انتلونا قابلوا تكنا كأنما ينظر إليها وصفوا خيس الهم إني قمسي أكوام ملتو توت ربما يسي خيت خطوم ملامي إفما بمنا إفباب تجامتي يجوجا تلتو على الآن أديسني في تجارة متخيت بجان إسناده صحيح هندي سخاق تابتجون إسنا كا ورطان أكال باني سنكا صحيح هم ورطان حديث مجيد صحيح ضعيف هايا. وفي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة انت لو تقال كبر فدخل على زينب بنت جحش جارتي صابر في الرادة كبر حاجته منها حاجر رابه بر خرج إلى أصحابه قبه بر فقال لهم أكجدوبا إن المرأة تقبل في صورة شيطان صورة شيطانات إنما أسدمتي فمن وجد من ذلك شيئا نمني سر وانا كثير وانا وارك يجو قلبي تبوت فليأتي أهله حسكا هذا فإنه يضمر ما في نفسه ند أم سجدون يدمرون نلوي سوان قلبي غيسا قبوسون لويسون إيه راحق إيه وفي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما رأيت شيئا أشبه باللمم دليت تقو تفكرت مما قال أبو هريرة وأنا أبو هريرة جئرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبو هريرة جئرة وندليت تقو فكرت جرت إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا كل المنا مرة قدسان خطب الزنار أدرك ذلك وان كتب مسون التمن قبا لا محال الرافون انتاني فزنا العينين النظر أمو زناني جلماني من لونا وزنا اللسان المنطق تعربا دبينا والنفس تمنى وتشتهي لبون أمو تمنى قابتي فدونا والفرج يصدق ذلك ويكذبه فرجي فقاراتي دو زنا لغا قد تقا زنا لغا ترى أول شيء خجيب قد جيشلا صغائر يعني ووضوءا نقاتل نمر بؤراي وانا باهرايران جير وان ديني تتقو فقاتو ناظر يجونك صغائر الذنوب يجوها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالجا لكل ابن آدم حظه من الزنا قودسات الجناب زنار بهذه القصة نحوه أو مثله جتشوبا حماد سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح راقبا سهيل بانا ذكر سهيل دبته عباس أبي صالح را دبته مثلي درسا أبي صالح خسيد أمريكا انجروا نجر يا أخا انجروا هي درسا أبي هريرة عن النبي أكاسي أبي صالح هايا وقال واليدان تزنيان هر كلام همتوني دلقني بر فزناهما البطش همتو دلقو دابر والرجلان تزنيان ميلي لما همتو دلقا بر زنان ثاني غرا حرام دي موبر والفم يزني فزناه القبل قوبالو جيشون دنقو جيشون قبي وامبرات تايو هركانا كانت توقاتي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ناوه جتشو قعقاع إن كن يراقب المحكيمي قعقاع المحكيم قعقاع المحكيم ابي صالح هاي دوبا مثلي أنيو مثل سهيلي ما نبي قعقاع الرهاية قعقاع من الراقب أبي صالح من سر مقال
والأذن زناها الاستماع. يقول زنان الرموع قرار همت لقيفته وبر. حديث الأبدا أو بخا وقري أو بخا كان يدخا. باب في وطء السبايا. في وطء السبايا هنا خلفاؤكم يسيموا ديما. في وطء السبايا جيتون ألا بوجيان اتدامو نجرا هنجرو إلا بعد الاستبراء سنجا إيجا هيدي تكانكل كل يسمى إداني في استبراء نيني الدابيق إدان قاعدة دقبا استبراء نمو هو هيدو متك هيديسو نفيد إن شاء الله. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين برقو يا الله هنين بعثا إلى أوطاس ما توقع إرقى قال أوطاس واد في ديار هوازن خجان فلقوا عدوهم عدوي كنا من فقاتلوهم واللولان فظهروا عليهم الرين جفتا وأصابوا لهم سبايا. إسان الرا كنا من بربوجي هتر كنا من دلافا. فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على خير فكأن أناسا كالجيخا فكأن أناسا كما وانقرين صحابة رسولا تارجو دين لكاوان من غشيانهن نعم بوجي هنا تيجي قاعد أمور راجمائي قد أورا من أجل أزواجهن من المشركين. إيه دي جارسا كافرة وان قبدوفكا جارسا كافرة كفر ما خيس جارسا قبدي فيه بوجي تنت إدامو صدا تندل لكاوان. فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء جتون لا كافرة تجارس قبدوتو إسنرت هارامي إلا ما ملكت أيمانكم سين فرا وكم قد يدبت والمحصنات من النساء تيتو هارامي جتون لا جارس قبدو كافرة خيستها سنت إدامون حرام إلا ما ملكت أيمانكم. وانا ركي يسمى تملي بالسبج بوجيون بعد الاستبراء بهيدة يتقاتي أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. هنا هدان سيدا وهو الاستبراء بهيدة هيدي تكامل كل سوى. وفيه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة دول خيس جرابر فرأى امرأة مجحا ايه حديث بلوغ المرأة تق فرأى امرأة انتلو تكارك مجحا تنهلار مجحا تقراد عبدي تقراد دريرستي ولار عبد فقال لعل صاحبها ألم بها. فلعل صاحبها نمتشبو جينين الرقا ألم بها خيس تركبها يجي خو جيبوا لها. قالوا نعم. إيه جانا مو سنقرا قدادا قد أبت الرامولة. فقال لقد هممت نين فديجي أن ألعنه لعنة أبارونا مجسون أبارسا تدخل معه في قبري توجي سين تترانا فني. كيف يورثه وهو لا يحل له. كيف يورثه جتون مجاغرا جلسنا كم يفدال كسا وهو لا يحل له عليه سالال قدمنين وكيف يستخدمه. أكمي قبر جي خاتم قدته وهو لا يحل له قبرتي على قدمنين جارتي أسبوجي أنسون تقرانو رامولته جيرو أكمل نميتي إداما نميتي سن أني أبارو نام فدي أبار سهما آخرة وجيغل ما قلت إدامي كيف يورثه المخية جئيها نميتي المو نما بران راديم ما تنسن المخية جئيها كم يفدال كسا وهو لا يهل له دا وكيف يستخدمه قبر خية جئيها كم يخدم سيسا لا دين قدم نبلي يسبران الموسن لالو المون سنغايسين
خاي علمي أشي كافر برا في التاميرة علمه خانكا هملت على التاميرة نبرت غا علمه من كان قام نزين وما جامت إنما وتكن توف قبرا قد أشوف سندن ده جاتشون أمو سلا قبرو مساتي نبوجي يمي هندوبات سينما الجنان حديث صحيح وهذا إسناد جيد مسكين سني المبكير الذائت صدوق إبر وقد توبع بر متابعة لك ودمي بر هيه نبقى سيمي هايا ميجيكا وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري ورفعه انه قال في سبايا اوطاس بوجي يا اوطاس كيس مالجي لا توطأ حامل حتى تضع هو انه تغرى قبض التنيد امن اما دلتت ولا غير ذات حمل حتى تحيد حيدة تنبرات امو اما يدي تكي دوتتي استبراء يعني نجتشو وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش صنعاني عن رفيع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا لابت نخيس ان ينقى رفيعي خنا رفيع بن ثابت الانصاري كن قرصان نخيس لابت بر قال اما اني لا أقول لكم سنين جو إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما الرسول لقى ملك يا هنيني خجو قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر نما ربي آخرت أمن يفعلان ينقل أمو أن يسقي ماءه زرع غيره أن يسقي ماءه بشانسا وباسون زرع غيره المون أما براجة كالبمتنا ما برا وأنا من برا فجافته يعني إتيان الحبالة تقرا قبض الأقوبو ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي أن يقع على ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع أركمون جيتشو على امرأة من السبي انتلو بوجي هم قل كل ليس تقرا قمنه تقرا قبض هم الألتتي جيتشو ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم غنيما باللقاء غرغرغرچون قبو تولك أبني تيزوها كودا ولك أب حتى يقسم أما يرمت نمو وجه قبا غرغر بيانتو أكسل الكون نهاية وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث ناوه مثله أبو معاوية هناقون أبو معاوية دبة علمي ساكرة مثلي نمت كوتشي دوبا محمد بن سلمة ونو كسلا قال حتى يستبرئها بحيضة أما قل ليست هيدي تكان تغران قمني زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو جتشو أمو بحيضة كوني وهمي لخطأ بر أبي معاوية خطأ وهو صحيح في حديث أبي سعيد خطأ على خيزة خطأ عمله حديث أبي لا تموني جرخا زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم لك خطأ حديث أنيو حديث أبي معاوية خيزة سلا كم حتى يستبرئها بيدة جج حتى يستبرئها حديث أبي سعيد كيست إذا هنا خطأ جمله ونقول كل يسون وهيد ما بر قلبي قدا زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في فيء المسلمين هي دابة دابة كاشوان دي متقى من فيء مسلمة ظاهري إسلاما غنيمة حتى إذا أعجفها هم توقوك سيخيث الديبي سوطاولا أتشين قدس سايو قدس كويا جيشو دي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا هجو غنيمان فتن حتى إذا أخلقه رده هم توقو چريتا كاومو قط رئيس ديبي سوطي سيخيثك أخلقه أضعفها جيشو لا في سيخة چرين ديبي سنهايا
قال أبو داود داود مالجا ليست بمحفوظ لأن بهيدة إنسني ليست بمحفوظة أمو يسوان مجراتي لفظي دو سنبان حتى يصبري أهري مالي إيه معنى سلا سر ما بر أي رأسه هندن دي سوا إيه الله يا رب نو قلتي هايا ها أكي ها ها الله سبحانه وتعالى أعلم آية آية أيه ما تاني صومتك كابر وامو ساقو هاني بلا وان دبر سنين قام ندكي وانو كل دكو